لو في ميتنج في شركة بين المدير والموظفين، المدير لو حب يتكلم بيتكلم فورا وما بيستناش حد، اما لو حد من الموظفين حب يتكلم بيخزن كلامه لحد ما المدير يخلص. ودي نفس فكرة call وbind في جافا سكريبت. لو عندي فانكشن بتطبع hello زائد اسم جاي من 2 objects person 1 name احمد و person 2 name علي، call وbind في الاخر هيرحبوا باحمد وعلي، بس في فرق في مين هينفذ فورا ومين هيخزن الاول بعدين هينفذ، ولكن الاتنين شغلهم انهم يباصوا الاوبجكت اللي اتدال مكان this. نبدأ بcall. لو كتبت say hello.call person 1 فكده this بقت بتشاور على person 1، يعني كأنها person 1.name اللي هي قيمتها بأحمد، وبالتالي لو كتبت say hello.call person 2 فكده this بقت بتشاور على person 2، يعني كأنها person 2.name اللي هي قيمتها بعلي. بس لاحظ ان مجرد ما قلت say hello.call الدالة اتنفذت على طول، لكن لو كتبت say hello.bind person 1 مش هيظهر اي نتيجة، لان لازم اخزنها الاول في متغير مثلا باكس واستدعي اكس كفانكشن فهلاقيها اتنفذت. في دالة تاني معاهم اسمها apply، ودي زي call بالظبط، ولكن لو ضفت arguments في دالة الطباعة call بتاخد الارجيومنتس بينهم كوما، لكن apply بتاخد الارجيومنتس في array. وبما انك عرفت ان call المدير وbind الموظف، قولي في الكومنتس مين هيكون شبه apply.